ازيك؟ يا رب تكون بخير. مبدئيا بعتذر عن ان انا غبت، وبعتذر عن ان قلت كل يومين هتلاقوا قصه جديده وده ما حصلش. سامح وخليك حلو، احنا في شهر كريم. واعذرني كمان ان تكمله الفيلا المهجوره مش هتبقى النهارده قصه جديده، بس من كتر ما هي مثيره وحلوه انا قررت ارجع لك بيها، لانها مش قصتي، هي قصه بنوته منكم بعتتها لي، والحقيقه من كتر ما القصه غريبه وفيها رعب وفيها حاجه هنتعلمها فقلت ابدا لك بيها ونرجع بيها. علشان كده يا باشا شد الحزام، البس الهاند فري، طف الدنيا عندك، وتعال نشوف البنوتة دي بتقول ايه. البنوتة بدأت كلامها بان في واحدة جارتهم كانت بتعمل ثواب، بتعمل عمل خيري، وهو ان هي جايبة طبق من الفخار وحطاه دايما قدام باب البيت، وكل يوم بتحط فيه الصبح بواقي الاكل بتاعهم، بحيث القطط اللي في الشارع او الكلاب، نوع من انواع الخير يعني ثواب. وكل الناس شايفة ان ده خير الا حد واحد، والحد ده هو امي شايفة ان ده اذى، لان الست بتحط الاكل فالكلاب او القطط بتاكل فتملى التانك، تعوز تفك زنقتها تيجي عند بيتنا احنا وتفك الزنق. وده طبعا شيء مش محتاج اقولك انه خلى امي تعمل كل يوم مصيبة مع الست دي. ومع تكرار المواقف دي حصل مشكلة كبيرة، مشادة جامدة بين البيتين، فالست قررت ان هي تلغي الموضوع من قدام البيت، لكن حطيته جنب البيت من الناحية التانية. الست بتحاول تكمل في الخير وتبعد عن المشاكل، بس امي قالت لا، انا كده بيتقل مني. امي شافت ان الست لما عملت كده هي انتصرت عليها، اللي هو طب انت مش عاجبك هنا، طب اهو، وانت عارف دماغ الحريم، لا مؤاخذه لو في حريم بتتفرج. بس امي قررت تعمل اللي هيقلب بيتنا لبيت رعب حرفيا. بعد المشكله دي بيوم امي صحيت من الفجر وجابت شويه سم وراحت حطتهم في طبق الاكل والميه، طبعا الاطباق فيها بواقي اكل، والست تاني يوم الصبح راحت حاطه اكل على الاكل الموجود اللي هو بقى مسموم، علشان على الظهر تقريبا نسمع صريخ وصويت جاي من الشارع، رعب، في كارثه بره. فطلعنا كلنا نجري على بره، لقينا الناس كلها واقفه عند بيت الجيران وفي 5 قطط مرمين في الارض. بس اكيد انت هتستغرب دلوقتي هي الناس بتصرخ ليه علشان قطط ماتت؟ يعني الحقيقه ان الناس مش بتصرخ عشان القطط، لكن الست اللي بتحط الاكل يوميا دي وهي بتحط الاكل كان ابنها جنبها، فحطت الاكل وتقريبا دخلت تجيب الباقي او تجيب ميه، ابنها كان بيزحف لسه نونو صغير، فراح حط ايده في الاكل واكل. وده اللي خلانا لما طلعنا للشارع لقينا ال5 قطط ميتين وفي وسطهم الطفل الصغير. الطفل منظره صعب، طفل صغير ومسموم وبيطلع حاجات من بقه، يعني منظره يصعب على الكافر. وده اللي بيخلينا استغرب ليه اطفال فلسطين ما بيصعبوش علينا دلوقتي؟ ليه تحس ان احنا نسينا كده او تجاهلنا؟ اللي هو رمضان كريم وكل سنه وانت طيب، قطايف وكنافه. لا يا صاحبي، اوعى تنسى، لا تنسى تدعي ولا تنسى تقاطع، وان كان والله الواحد حاسس ان الاتنين ما عادش ليهم لازمه وبقينا محتاجين لحاجه اكبر، بس ربنا يسامحنا على اللي بيحصل. طبعا لما حصل الموقف ده والناس كلها شاهدة على الخناقات اللي قامت بين امي والست اللي جنبنا، كل اصابع الاتهام بقت ناحية امي، كله بيتهم امي ان هي اللي عملت كده. بس طبعا هي انكرت وحلفت 100 يمين ومش عارف ايه، ومفيش دليل يثبت ان هي عملت حاجة زي كده، فخلاص الموضوع عدى. بس هو عدى بالنسبة للشارع، اما للبيت ما عداش خالص، لان من يومها واحنا يوميا كل ما ندخل ننام نسمع قطط مالية الشقة بتنونو بره، وطبعا نصحى مفزوعين ونطلع ندور في الصالة وفي الأوض كلها، مفيش أي أثر لقطط إلا أثر واحد. دايما نلاقي باب التلاجة مفتوح وكل الأكل اللي فيه مهبوش هبش كده، كأن فعليا في قطة بتهبش في الأكل. حاولنا نتجاهل أنا وأمي يوم واتنين، بس الموضوع بيزيد وصوت القطط بيكتر، وفي صوت طفل بيعيط طول الليل. وللعلم أنا وأمي بس اللي موجودين في البيت، أنا ماليش غير أخت واحدة متجوزة وعايشة مع جوزها، وأبويا كمان مسافر. ففضلنا في الرعب ده أنا وأمي تقريبا أسبوع، لغاية ما أمي قررت إن هي هتروح لواحدة من اللي هم بيعملوا الأسحار والحاجات دي، على أساس تعمل لنا حجاب يخفي الحاجات دي أو يحمينا من اللي بيحصل طول الليل ده. أنا في الوقت ده كان عندي تقريبا 11 سنة، فما كنتش أقدر أمنع أمي، وفي نفس الوقت ما كنتش أقدر أقعد في البيت لوحدي، فأمي خدتني ورحنا لواحدة من الناس دي، وفضلنا قاعدين عندها لغاية ما جه دورنا دخلت انا وامي تقريبا 5 دقايق محدش بيتكلم، وفجأة الست راحت قايمه على امي مقربه كده وقالت لها انت عملتي ايه؟ امي طبعا اترعبت من منظر الوليه، فقالت لها انا ما عملتش حاجه. وقيس فجأة الوليه تيجي هبش امي من شعرها وتتحول 180 درجه. قالت لها انطقي وقولي كل اللي حصل بالظبط، اللي عندك كتير ولو حاولت تكدبي في حرف ممكن تولعي. لقيت امي انهارت من العياط وبدأت تحكي، والاول مره تعترف قدامي ان هي اللي حطت السم، هي اللي قتلت القطط والطفل الصغير، مع ان انا كنت متأكد
متأكدة وعارفة ان هي اللي حطت، بدليل اللي بيحصل فينا بقاله اسبوع من بعد ما الطفل ده مات. بس هي كانت دايما بتنكر، حتى وهي بتحكي للست بتحاول تهرب من الذنب، تقول لها ما هي اللي كانت بتأذينا وهي اللي كانت بتخلي القطط تعمل حمام قدام البيت والكلام ده. بس الست طنشت كل اللي امي قالته وقالت لها انت ولا 1000 حجاب هيجيب معاكي نتيجة، انت دلوقتي متحوطة بشر هيفضل يكبر لحد ما يدمرك انت وبنتك والبيت كله. فموضوع الحجاب ده نسيه، انت محتاجة حارس قوي يحميكم من اللي بيحصل. امي طبعا سمعا وطاعا ودفعت للست كل اللي قالت عليه، وبدأت الست تعمل شوية طقوس كده، يعني تعري حتت من جسم امي معينة وترسم عليها نجوم ومربعات وحاجات غريبة كده، وقعدت تقريبا يجي ساعة تدي لامي في اوامر وفي حاجات تعملها، وامي طبعا ما بتقولش غير حاضر حاضر، لغاية ما الست قالت لها خلاص الحارس لبى الندى وانت دلوقتي في حمايته ما تخافيش. ورجعت انا وامي على البيت تقريبا على العشاء، داخلين البيت حرفيا الرعب متملك من كل حته في جسمنا، لا اكل ولا شرب ولا اي تفكير، على طول رحنا داخلين على اوضه النوم عشان ننام، ويا دوب نمنا ساعتين تقريبا لغايه الساعه 1:30 او 2 بالليل بالظبط، ولقيت امي بتصحيني وبتقول لي قومي عشان نغسل. فانا استغربت، نغسل ايه وليه دلوقتي؟ قالت لي مش عايزه كلام كتير، لمي لي هدوم البيت كلها خلينا نغسلها. انا طبعا اعصابي مش موجوده، فاي كلام حاضر، انا مش عارف اعمل اي حاجه غير كده. رحت قايمه فعلا بلم في الهدوم، وامي خرجت بره اوضه النوم، وانا بدات الم هدوم البيت كلها وبفتح الدولاب، لقيت امي جوه الدولاب. تقريبا عامله نفس اللي انت عامله دلوقتي، عباره عن خشبه واقفه قدام الدولاب مش قادره انطق بكلمه، لغايه ما لقيت امي اللي في الدولاب دي بتميل عليا وبتقول لي في واحده في الاوضه شبهي قوي. انا مرعوبه. اكيد مش محتاجه اقول لك ان فقدت الوعي، اغمى عليا ما فوقتش غير تاني يوم. بس الغريبه ان فوقت لقيت نفسي نايمه على السرير عادي، ولما صحيت لقيت امي صاحيه وبحكي لها على اللي حصل. امي انكرت كل ده وقالت لي ما حصلش اي حاجه من كل الكلام ده، بس هو ازاي ما حصلش والهدوم كلها بره الدولاب مكان ما انا كنت بلمها؟ مش هقول لك ان انا ما اهتمتش، بس انا ما فيش في ايدي اي حاجه غير ان اقول حاضر وخلاص. وعدى اليوم تقريبا طبيعي لغايه ما جه الليل، وحصل الاغرب من الخيال تاني. لقيت امي بتصحيني في نص الليل برضه، بس المره دي امي بتعيط وبدأت تعتذر لي عن اللي حصل وعن انها السبب في كل اللي بيحصل فينا ده. وطبعا مع العياط والانهيار اللي هي فيه وانها عماله تعتذر، انا غصب عني قلبي حنلها، ما هي في الاول ولا في الاخر امي. فجأة لقيت امي بتنام على كتفي كأنها عيل صغير فعليا ومنهارة، لسه بحاول اطبطب عليها علشان اهديها وكده، لقيت حد بيبص علينا من باب الأوضة. فانا زي اللي لساني اتقطع وعناية مش قادر اشيلها من على الحد ده، فبحاول بقدر الامكان ان الفت انتباه امي من غير ما اوضح للي بره. وفجاه لقيت امي اللي نايمه على كتفي قربت من ودني وبتقول لي ما تخافيش، اللي بره مش حد غريب، دمك. الكلمتين اتقالوا في ودني من هنا، وفجاه لقيت اللي على كتفي ده كائن بيطير من شباك الاوضه، انا مش عارف اوصف شكله حتى. وفي نفس اللحظه باب الاوضه بيتفتح وامي داخله عليا، بس امي داخله بشكل مرعب هو كمان. امي داخله شعرها منكوش، جسمها حرفيا صفي ما بين يوم وليله، وداخله عليا بمنظر انت ما تتخيلوش. وفي اللحظه دي عرفت ان احنا لما رحنا للست الساحره دي احنا ما عالجناش الموقف، احنا عملنا كارثه اكبر. واستمر الحال على كده كام ليله، امي بتصفى وبتختفي تقريبا، والرعب ليلاتي بيزورنا، لغايه تقريبا تالت يوم او رابع يوم سمعنا صريخ بره في الشارع، تقريبا نفس الصريخ اللي سمعناه يوم الحادثه، يوم الطفل والقطط مكلوا من السم. طلعت اجري من الاوضه، لقيت باب البيت مفتوح، فتوقعت ان امي طلعت هي كمان على صوت الصريخ اللي بره، فطلعت اجري علشان اتفاجئ من المنظر. امي مرميه جنب الطبق بتاع اكل القطط وبتطلع نفس الحاجات من بقها. الناس اللي في الشارع بدأوا يتكلموا وقالوا انهم شافوها طالعه من باب البيت بتحبي زي القطط لغايه ما راحت للطبق وقعدت تاكل منه، وفي الاخر اترمت الرميه دي. وطبعا محدش من الشارع رضي يقرب منها خالص، لان كله كان عارف ان هي السبب في موت الطفل، فالناس كانت قرفانه منها. لغايه ما اختي جت هي وجوزها كلم كام واحد من صحابه وشالوها وراحوا بيها المستشفى، واتغسلت هناك واتكفنت كمان، وشالوها حرفيا هم 4-5 اصحاب جوز اختي بس، وانا واختي البنتين اللي ماشيين في الجنازه. بس طول ما احنا ماشيين في الجنازه انا شايفه فوق الخشبه نفس الكائن اللي كان بيظهر لي، تحسها امي عادي بس بحالتها الطبيعيه وبصحتها، قاعده فوق الخشبه ومبتسمه، وطبعا محدش شايفها غيري. ولغايه ما وصلنا عند التربه وهي موجوده، وطلعت فوق التربه وبقت واقفه، والناس قعدوا يحفروا وبعدين ردموا وخلصنا.
الست اللي فوق التربة اختفت، وكأن وجودها كان مربوط بوجود امي، ومع مشيان امي خلاص هي ما عادش ليها وجود. ووقتها فهمت ان امي ماتت بسبب ان هي سمحت للشيطان، سمحت له يدخل قلبها ويقسيه ويملاه بالغضب، فسهل على قلبها وعقلها ان هي تقتل كام قطة بس عشان تنتقم. فاستسهالها للذنب ده خلاها ترتكب ذنب اكبر وتقتل طفل، وبعدها بدأت تقاوح وتكذب، وبعدين لجأت للسحر. وكل دي خطوات بيسحبك فيها الشيطان لغاية ما تقريبا خلاها ارتكبت معظم الحاجات اللي تخليها تتعاقب العقاب ده. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. وهكذا يفعل الشيطان في كل المعاصي، يستدرجك واحدة واحدة. ولذا قال الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان، ولأن اتباع خطوات الشيطان في النهاية سيؤدي لاتباع الشيطان. وبس، أتمنى تكون القصة عجبتك. لو عجبتك اعمل لايك، وما تنساش إن في قصة جديدة هتنزل كمان يومين، والمرة دي بجد إن شاء الله. بس أنت قول يا رب. السلام عليكم.